ما أجمل تلك اللحظة التي أيقظك فيها طفلك على معنى غاب بين زحمة العادة والتكرار. فكثيرا ما نقول إن شاء الله، نقولها بألسنتنا، بينما لا نغرس في قلوب أبنائنا معناها الحقيقي، فيظنونها وعدا مؤجلا أو بابا للهروب من التنفيذ، لا كلمة إيمان ويقين وتسليم لله. الطفل لا يفهم العمق الذي نحمله نحن خلف هذه العبارة، هو فقط يرى حلما صغيرا يريد أن يلامسه حالا. لذلك حين يسمع إن شاء الله يشعر أن أمنيته ابتعدت خطوة، وأن الانتظار قد بدأ. وهنا يأتي دورنا أن نعلم أبناءنا أن المسلم الحقيقي لا يربط أموره بقدرته وحده، بل يربطها بمشيئة الله، لأن الله يرى ما لا نرى، ويعلم الخير الذي تخفى حكمته عنا. فكم من أمر تمنيناه بشدة، ثم اكتشفنا لاحقا أن تأخيره كان رحمة، وأن صرفه عنا كان نجاة. وكم من طريق ظنناه سعادة، فأبعده الله عنا لأنه يعلم أن في نهايته تعبا أو أذى. لذلك نقول إن شاء الله، لا خوفا من الوفاء، بل أدبا مع الله، وإيمانا بأن التوفيق بيده وحده. ولعل الأجمل أن نقرنها بالفعل والطمأنينة، فنقول لأطفالنا إن شاء الله سنذهب قريبا، وقد بدأت أجهز لذلك فعلا، حتى تبقى العبارة في قلوبهم مرتبطة بالأمل والثقة، لا بالتأجيل والخذلان. فالتربية ليست أن نعلم أبناءنا الكلمات فقط، بل أن نزرع في أرواحهم المعاني التي تجعلهم أكثر قربا من الله، وأكثر رضا بما يقدره لهم.